بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. قررت ان انا اشتغل بنظام جديد. معلش يعني موضوع ان احنا نجيب فيديوهات اخونا اونور، لا معلش اركنه على جنب. ليه؟ اركنه دلوقتي يمكن نحتاجه بعدين. قررت ان انا اجيب الفيديوهات من صفحه ملاعب. صفحه ملاعب بقى ابن قلبي جابت لك الفيديوهات من بره الملعب ومن جوه الملعب. انا احب الحاجات دي، معلش نحب نبقى على درايه بالحاجات اللي بره والحاجات اللي جوه. معلش ابن حنفي، هو في شغل ايه بره؟ حضرتك لا مؤاخذه يعني في شغل بره، في تجميع العوارض وفي المحيط بتاع الملعب هيعملوا باركنج ولا لا، وليله كبيره حضرتك جوه الملعب. يعني هم لسه شغالين في السقف. انا ملعب طنجه خلاص وما فيهوش غير سقف. تحس ان موضوع الملاعب المغربيه خلاص احنا في مرحله الفينش. احنا بندي الوش الاخير للشقه، اللي هو عارف انت الوش اللي قبل الفرح باسبوع ده، هو ده احنا تقريبا في الوش الاخير. احنا في الوش الاخير بالنسبه لملعب طنجه. بيقول لك في مشمع ابيض تقريبا كده هو اللي هيقفل الليله دي. السقف هيتعمل بمشمع ابيض. والله بجد مش مشمع يا جاهل، ده ماده. حبيبي طلعت صاحي ومصحصح. ده الفيديو من خارج الملعب، حد ماشي بالعربيه، الناس كلها بقت بتصور ايه. الله، شايف الدخله بتاع الملعب دي؟ الواجهه بتاع الملعب. ابن حنفي امال فين الشاشه؟ والله ابن قلبي ما اعرف. بسم الله ما شاء الله، الراجل بيمشي ولسه الملعب مكمل. الله، الملعب ده كبير قوي للدرجه دي؟ مش عارف. يلا بقى لف لنا يا حاج مع الملف، لف مع الملف كده يا باشا، لف لنا مع الملف لو سمحت. ده محيط الملعب، لسه في اشغال في المحيط بتاع الملعب. هنا الشاشه، ولا هنا الشاشه. ده ملعب طنجه من الخارج. طب تعالى نشوف بقى الكلام على ايه من الداخل. عيب عليك، احنا قاعدين ابن حنفي موجود معاك من الداخل ومن الخارج. ابن حنفي ما انت بتجيب الفيديوهات من صفحه ثانيه. معلش كل التحيه والتقدير لصفحه ملاعب. الناس بيجيبوا فيديوهات وقادرين ان هم يصوروا، عندهم مصادر داخل المغرب. ده الفيديو من داخل الملعب. ده السقف، مش بقى غير السقف. اتكلمنا على موضوع تصريف المياه. حضرتك احنا لفيت معاك في كل حته في الملعب، اتكلمنا على كل حاجه في الملعب. حتى كمان اتكلمنا على غرف الفي اي بي. هو لسه في جزء في المدرجات ما اتحطش فيه كراسي. دي فيديوهات من قلب الملعب، الناس بتصورها من قلب الملعب وتبعتها لقناه ملاعب. كراسي ابيض فازرق. خلي بالك السقف مش هيتساب كده، لا اتحط عليه مشمع غالي. الناس مش هتسيب السقف كده. هو خلاص يعني هو بقى عمليه تركيب العوارض الاخيره وخلاص. يعني هو بقى تركيب العوارض الاخيره وتبقى جبرت على كده يا ابن قلبي. بس الملعب من تحت رايق والنجيله من تحت روقان. ولا يعني الملعب من تحت رايق والنجيله من تحت روقان. ايه رايك؟ ولا عجبك الشغل من بره ولا من جوه؟ لا بصراحه ابن حنفي حلو السيستم ده، حلو الخنشله دي. الله فيها ابن عمي خنشله. احنا بناخد فيديوهات من الناس وبنقول الفيديوهات بتاع الناس، مش بنقول الفيديوهات بتاعتنا. معلش يا ابن قلبي، احنا مش حراميه، احنا عباره عن ناس بنعطي الفضل لاصحابه. بس بنقول ان احنا جايبين الفيديو من قناه كذا، انما مش بنقول لك ان احنا جايبين الفيديو بتاعنا والفيديو ده من مصادرنا. احنا ما عندناش مصادر، ولا احنا ما فيش حد يعرفنا غير امنا، ما فيش حد يعرفنا غير الناس الخمس سته اللي احنا عارفينهم على السوشيال ميديا، الناس صناع المحتوى. انما غير كده احنا ما عندناش جماهيريه ولا عندنا قاعده جماهيريه، احنا ما عندناش حاجه، احنا ماشيين بستر ربنا. فالقصه بتاعت ان اقول لك ان الفيديوهات دي بتاعتي، لا والله الفيديوهات دي بتاع قناه، بتاعت صفحه ثانيه، وانا بحب اجيب فيديوهات من صفحات ثانيه واقول على اسمها. ما عنديش انا مشكله ان انا اجيب فيديو من حته واقول معلش اصل ده فيديو خاص بيا واكتب على الفيديو ان الفيديو بتاعي، وانا عارف اصلا ان الفيديو بتاع قناه ثانيه. فتحياتنا لصفحه ملاعب، الصفحه اللي على فكره بتتكلم على ملاعب العالم كله. يعني الصفحه بتتكلم على ملاعب العالم كله، ولكن هي مهتميه بالملاعب المغربيه دلوقتي عشان هي اللي عليها الزخم وهي الترند دلوقتي، وهي الملاعب اللي الناس مهتميه بيها. ليه هي الترند؟ عشان المغاربه شايفين ان ده مشروع بلد، وان الناس شايفه ان المشاريع دي لازم ان هي تنجح، ولازم ان هي يكون فيها الشكل المثالي اللي احنا عايزينه. معلش لون الكراسي مزاج الجمهور، الشكل بتاع الاضاءه بمزاج الجمهور، السقف معلش لازم يكون كده كده وكده عشان الجمهور عايز كده بس. فالجمهور دلوقتي مركز مع كل التفصيل، لدرجه ان الناس بتتكلم على موضوع كيفيه تصريف المياه، وان زي المؤاخذه يعني ميه المطر هتتصرف. ما افرض وقعت علينا، لا يا نجم هيتحط حاجات في السقف تاني والسقف هيتقفل عشان خاطر تبقى قاعد انت برنس كده. الجو برد، الجو حر، الدنيا بالنسبه لك انت كمشجع على الرايق، انت قاعد على ملعب متغطي.
فلسه في شغل كمان في ملعب طنجة. كده كده الملعب زي ما قلت لك هيتقفل على اخر الشهر واحنا قاعدين. انت قاعد معانا؟ لا يا ابن حنف انت رخم وانا مش قاعد معاك حبيبي. تسلم.